حاتم عمرو على حسب ما كيبان لي كيكلاشي بطريقه غير مباشره الجيران. احنا العقده شفنا بتتحل نبداو بالتيك توكر ميس دعاء واللي كانت معروضه الخطوبه عند واحد الجزائريه اللي قالت بلي ما معروفاش ما كتعرفهاش ولكن كتعرف الزوج ديالها. المهم ملي كانوا مجموعين سولها واحد على حسب ما قالت عراقي وباغي البوز، قال لها دابا واش الصحراء مغربيه ولا جزائريه؟ دعاء جاوبت وقالت حنا خوت، جواب اللي بيان سور ما عجب حتى شي واحد. الصحراء مغربيه ولا جزائريه؟ صدق الصحراء مغربيه ولا جزائريه؟ لا احنا اش عجب جيتوا متاخرين؟ كل شي هاجمها قال لها انت مغربيه واختاريتي الحياديه. وهي دابا الا سولنا مثلا فلسطيني وقلنا ليه واش القدس ديالكم غيسكت وغيقول لا للفتنه. المهم كل شي قال لها على ما بان لينا خفتي على دوك شويه د المتابعين اللي عندك من تما، حنا نيت دابا اللي ما بقى عندنا ما نديرو بالمتابعه ديالك. في نفس السياق تيك توكر مريم مراد المعروفه بافلاطونه خرجت بستوري واللي كتقول فيها ملي كيسولونا على الصحراء راه ما كنقولوش خوا ونبداو نضحكوا، كنقولوا مغربيه مفتخرين بها، والصحراء راه مغربيه شاء من شاء وكره من كره. المهم افلاطونه قالت لها كنتمنى تصلحي الغلط ديالك. دعاء خرجت مورا هادشي وقالت باللي الصحراء مغربيه مليار في المية، العالم معترف بها، ما واقفينش عليا انا نعترف بشي حاجه من تاريخنا. دعاء كتقول غير هي علاقه المغاربه بالجزائريين في الواقع غير المواقع. ديروا بالكم والله العظيم انه المغرب والجزائر في المواقع غير اللي في الواقع. الزليج المغربي حاضر ناظر من قلب مصر في الاغنيه الاخيره لحاتم عمور فيتشرينغ مصطفى حجاج. الاغنيه انا ما نكذبش عليكم، الناس اللي كتعرفني راه كتعرف باللي اختصاصي في تحليل الكليبات وفي حل شفرات الاغاني. حاتم عمور وعلى حسب ما كيبان لي كيكلاشي بطريقه غير مباشره الجيران، وراه ما يمكننا نفهموا غير هادشي ملي كنشوفوا الجليج وكنسمعوا في الرفران احنا اصحاب المحل، احنا صحاب المحل. ونزيدكم الاغنيه كتقول تغطى بغيرك تعرى، تغطى براسك تستر، ومن الاخر ما تحطش راسك براسنا ما تنحرش. احنا العقده شفنا بتتحل هادشي كامل وتقال بالمصريه، واخا انا الصراحه ما كرهتش كون كانت الكوبلي ديال حاتم عمور كون بحال ديما بالدارجه. اغنيه زوينه الصراحه، ولكن طبعا وبحال ديما مغربيات ما حضراش غير في الزليج المغربي ولكن حتى في الباسو كناوه والطربوش الوطني. اغنيه زوينه الصراحه ملعوبه على ريتم المهرجانات كيف ما كيقولوا لها في مصر، هذا ريتم اللي مطلوب عندهم في مصر سيرتو في الصيف. الا كنا في الاغنيه ديال حاتم عمور هضرنا على كلاش بطريقه نقيه فنيه طريقه غير مباشره، ما كنقول حتى حاجه كنبين غير اللي عندنا ولكن كنفقصك، فراه كاين وللاسف واحد الشخص اللي انا كنسميه غير ديدين كارطون ما خلاهاش في الفن ولكن فات الحدود. ديدين كارطون مؤخرا كيبروموتي الكليب الكمال هذا الكلاش اللي بدا في ستوريات، غير هو بالصراحه هاد ديدين كارطون بالضبط راه فريمون خاص المغاربه يربيوه. الدراري بلا ما نوصيكم خدمتكم راكم كتعرفوها، دوروا لونتين تشد الاذاعه. انا كنعرف روابا ديال الديزاين ردوا علينا بكلاشات من حقهم ولكن بقى داكشي نقي وزوين في اطار الموسيقى. مي هاد ديدين كارطون وسيرتو مؤخرا بان لي طلع على دوشي شويه. اخر مره خرج في لايف راه فريمون زعم بزاف وخرج على السطح، خاصنا نردوه باش يعرف قدرو. دابا راه كيبروموتي الكليب وجابد فيه المغاربه، زعما كان ضروري يجبد المغرب باش يطلع الكليب ديالو وكيحسب ليه كيقول شي حاجه. انا فهمت الصراحه الناس ديال الديزاين اللي كتفكر بحال كارطون ما فهمتش انا واش ما مربيينش ولا كيفاش، واش نتوما ما كتبوسوش يدمكم يدباكم راس الفقيه يد الفقيه الناس اللي كتحترموها ما عرفتش. مي حنا خويا راه عندنا داكشي داخل في الاحترام عينا نقولوها لكم. شوف في المغرب داير لكم عقده، بغيتو توليو بحالو بغيتو تزيدوا لقدام نصيحتي ديوها في شغلكم، ركزوا غير مع راسكم. شي وحدين زعما ما عارفينش مصلحتهم. الفنانه ريم فكري رفعت دعوه بعائله رجلها بسبب التشهير السب والقذف إهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة. كيف ما كاين مصادر اللي كتقول باللي الفنانة ريم طلبت من المحامي ديالها متابعة الأشخاص اللي شهروا بها وفقا لقانون الصحافة والنشر. أنا غتكونوا فهمتوا اللي فهمت. ريم في الوقت اللي كانت عائلة راجلها كتخرج باتهامات اللي تقدر تدمر مسيرتها الفنية اختارت أنها تسكت حتى لقاو الجثة ديال راجلها. تما ريم خرجت كطالب بالتعويض من حملة التشهير اللي كتقول وقفات خدمتها ووقفات حتى مؤقتا الاعلانات اللي كدير. ريم من مورا هاد السكوت كانت خرجات وقالت باللي حيت ما كاينش اللي غادي يجي يدق عليا الباب ويقول لي اشنو خاصك راه خاصني نرجع للخدمه اللي كندير. تما فين لحت الكليب الاول اغنيه 23 واللي كلاشات فيها شوف تيفي وقالت صعيب نسامح لامو لابا. ودابا راه بان ستيل والريتم اللي غادي تمشي فيه في اغانيها واللي دايوغ كانت غادا به. الاغاني ديال ريم ديما تتكون اغاني اللي حساسه واغاني حزينه الا بغينا نقول في غالب الاحيان، وهذا الشيء راه عبرت عليه في هذه الاغنيه الاخرى اللي قالت
الضحكه الصفراء وفي صوتي ديك النبره ديال وحده قاهره هاد الدبره. ريم في هاد الاغنيه الاخرى خرجت باش تواسي راسها براسها، حيت كيف ما قالت وحدي انا بوحدي، نواسي راسي بوحدي، وحدي انا بوحدي غير راسي اللي عندي. وحيت كيف قالت ريم ولا عادي جوج يتفارقوا تولي سيرتهم على كل لسان، بحال هادشي نورمالمون كيوقف في طريق النجاح ديال بزاف، ولكن ريم خرجت كتقول راسها علمتني الوقت نعيش لحظه باللحظه، نديباسي الماضي وغدا راه زوين. وبلا ما نزيد نطول عليكم اللي وصل معايا حتى لهنا ضروري ما يخلي لايك ديالو ورأيه في لي كومونتير. كانت معكم فاميليا، السلام عليكم.